النهاردة هنتكلم عن تصميم غرف نوم الأطفال. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هتكلم عن تصميم غرف الأطفال. طيب الموضوع هنقسمه لحلقتين. الجزء الأول هتكلم عن لو غرفة طفل واحد، يعني لو أنا عندي غرفة طفل ولد أو غرفة طفل بنت. تمام. في كلاينتس بيبقى جاي، لا انا عايز غرفة الاطفال تبقى غرفة اطفال، ده طفل صغير عنده 3 سنين، فانا عايزها تبقى فيها الوان مبهجة، يبقى فيها رسومات، يبقى فيها حيوانات، يبقى حاجات ديزاين الحيطان عليه الحاجات دي. ناس تانية بتبقى عايزة انه لا انا مش هغير تاني، فالأوضة دي مثلا هو طفل عنده 8 سنين، فهو شوية هيبقى شاب او في سن المراهقة، فهو عايز حاجة ما تبقاش اطفال، انا عايز حاجة تبقى ما بين البنين. فده برضو ازاي اعمل الديزاين بتاعه. بعد كده الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن ازاي استغل المساحات لو الأوضة بتاعتي هيبقى فيها اكتر من طفل، سواء ولدين سواء 3 اولاد، وهنقول افكار مبتكرة لاكبر استغلال للمساحة. خلونا في الحلقة دي هتكلم امتى اختار طبعا طبقا، وبرضو ازاي اعمل ديزاين في النص انه حاجة تنفع لطفلة صغيرة وفي نفس الوقت لما تكبر بحاجات بسيطة اقدر اغيرها يبقى الديزاين بتاعي شغال معي. طيب اول حاجة هتكلم لو غرفة ولد، يعني مثلا بتكلم من سن 3 سنين سنتين او يعني لغاية مثلا 7 8 سنين، ده يبقى طفل، فكل افكاره عايز لعب وعايز حاجات كده، فانا هيبقى الديزاين بتاعي متمحور حول الموضوع ده. ازاي؟ يعني زي ما انتم شايفين كده انا عندي اوضة الوانها زاهية، مش شرط استخدم الازرق، في ناس بتبقى عايزة احمر، بتبقى عايزة اصفر. طبعا انا مش هعمل كل الاوضة بالالوان الزاهية دي، لان ده هيبقى صعب جدا للطفل انه ينام في الاوضة دي، لانه زي ما احنا قبل كده اتكلمنا ان كل لون ليه تأثير. يعني انا مثلا لو عايز اعمل دهان احمر، زي ما قلنا قبل كده ان الاحمر ده بيحسسني بانه انا جعان ومش عايز اقعد كتير، فدايما الريستورانت بيستخدموه ان هو حد هياكل كتير وهيمشي. البيج ده بيبقى مريح اكتر لل عايز شخص ينام. تمام. طيب فانا هحاول استخدم حيطة مثلا عندي وليكن اللي هتكون في ظهر السرير هي اللي فيها الديزاين، واحاول ما اعملش الوان قوية، علشان زي ما قلنا ان الالوان برضو بتخلي الناس نشيطة، فانا مش عايزة الطفل يبقى طول الوقت بيتنطط وانا ابقى مستغربة ليه، ما انا اللي عامله له اورنج في الحيطة، فطبيعي ان هو يبقى نشط. خلينا نستخدم الوان هادية شوية علشان تقدر تساعده على النوم. ممكن اعمله كورنر لو الأوضة عندي مساحة كبيرة، ممكن اعمله كورنر للعب هو اللي استخدم فيه الالوان الزاهية. طيب برضو الديزاين بتاع السرير بيبقى حاجة مختلفة. برضو حاجة تانية لازم اخد بالي منها الأرضية يفضل ان هي تبقى باركيه، ولو هيبقى بالنسبة لي مش عملي في التنظيف ممكن استخدم البورسلين اللي بيبقى بيدي تكتشر الخشب. ليه؟ لانه انا محتاج ادي للأوضة احساس بالدفء، وفي نفس الوقت تبقى حاجة سهلة في التنظيف زي البورسلين او ال HDF بيبقى سهل في تنظيفه وفي نفس الوقت بيدي احساس بالدفء للأوضة. مش ما يفضلش ان انا اعمله ماربل، لان الماربل بيعمل صدى وده طفل فهيلعب فالحاجة بتقع، فهيبقى فيه ازعاج قوي ليه وللي حواليه. طيب بالنسبة للإضاءة يفضل ان انا يكون عندي نوعين إضاءة، نوع يكون حاجة خافتة ونور يكون حاجة قوية، وطبعا اهتم انه يكون في مصدر تهوية، شباك او تراس، واستخدم ستاير ماتشنج مع الالوان الحيطان. مش مشكلة لو هختار تكون الوان زاهية شوية او فيها بعض حاجات شخصيات ديزني اللي بيحبها، فانا في نفس الوقت انا عملت اوضة تنفعه وهو صغير هي مبهجة ليه، وفي نفس الوقت هو لما يكبر انا ممكن بسهولة اغير الكاربت، اغير البينت، اغير الستاير، مش محتاجة ان انا ببقى بغير الديزاين. وده اتجاه
من الاتجاه. طبعا لو بتكلم على بنت هيبقى نفس الموضوع، يمكن البنات بتبقى اميل لالوان البينك والبيربل والليلا والالوان الدرجات دي، درجات البيستاج والالوان الباستيل، دول اكتر بيبقى البنات اميل ليهم. فانا برضو نفس الموضوع، هحاول ان انا لو هعمل حيطة فيها ميرات او whatever، والستاير برضو عندي والكرت. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى اكون قدرت افيدكم. يا ريت تدعموني بلايك وتعملوا شير وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش في القناة علشان يوصلكم كل جديد، واستنوني الحلقة الجاية والجزء التاني من غرف الاطفال، والى اللقاء.